اكتر جيل مشفق عليه هو جين زي. الجيل ده جيل شاطر جدا، جيل مطلع جدا، جيل متعلم ما شاء الله، وجيل متفتح ومنفتح على العالم بسبب التك وبسبب حاجات كتير. الناس كلها عماله تقول ده الفرص قدامهم سهله عشان كده النهارده هم. على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده. على ايامنا احنا كان النهارده الواحد فينا بيخلص الجامعه او هو في الجامعه اقصى حاجه كان ممكن يبقى عايز يعملها ان هو ياخد كورس انجليزي. لما الدنيا اتطورت شويه واتفتحت قال لك خد انجليزي واتش ار او انجليزي وسوفت سكيلز او انجليزي والماني كلغه تانية عشان خاطر المرتبات فيه احسن. الجيل ده دلوقتي هو كل 3 دقايق في فرصه جديده وحاجه جديده تدخله النهارده العالم جديد تخليه النهارده يقعد يفكر شمال ويمين ومش عارف ياخد قرار. احيانا لما بتكون الفرص كتير قدامك انت ما بتكونش عارف تعمل ايه بالظبط. بلس ما كانش على ايامنا الواعظين الكتير جدا جدا على السوشيال ميديا وكل واحد يقول لك لو عايز تعمل فلوس اعمل كذا، حسب طبعا هو بيبيع ايه وعايز يبيع ايه من وراه. فالنهارده الجيل ده مشتت بطريقه بشعه. احنا كنا كورس انجليزي لمينا الدنيا هوب اشتغلنا مسكنا فلوس والدنيا حلوه. هم دلوقتي فعلا الاختيارات كترت قوي. فانا لو هنصحهم نصيحه، حاول تسد ودانك شويه عن اي حد بيقدم محتوى على السوشيال ميديا واولهم انا وغيري. سد ودانك عن كل الناس دي. ابدا انت فكر انت شاطر في ايه، انت ممكن تقدر تعمل ايه بامكانياتك والمهارات اللي عندك والسكيلز اللي عندك تخليك اشطر حد في الحته دي، فبالتالي تعرف تشتغل في الحته دي وتعرف تعمل فلوس كويس. وانس ان انت عملت ده هتبقى انجح الناس. اوعى النهارده تشتغل حاجه زي حد، اوعى تشتغل حاجه عشان خاطر فلان قال ان الحاجه دي بتدخل لك فلوس جامد فتعمل زيه. اوعى تخلي دماغك النهارده مش موجوده وبتمشي ورا الناس عشان جمله ده اللي بيخليك تعمل فلوس. ابدا، اشتغل في الحاجه اللي فاهم فيها، اللي السكيلز بتاعتك تخليك فيها اشطر الناس، هتبقى النهارده في حته تانيه. وحاول ما تشتتش نفسك.